مرحبا بكم في قناة سودافوت. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. يتشوق جمهور فريق الهلال لصفقة هجومية كبيرة تدعم خط المقدمة بالفريق، خاصة بعد الاعتلال الذي شاب الأداء الهجومي للهلال خلال مسابقة دوري أبطال أفريقيا في موسمها المنصرم. عبارة المهاجم السوبر ظلت مطلباً للجماهير الزرقاء لفترة ليست بالقصيرة، كما ثارت حالة جدلية بعد تصريح شهير لنائب رئيس النادي محمد إبراهيم العليقي قال فيه ما هو المقصود بالمهاجم السوبر، وهو ما أوضحه لاحقاً بأن الهلال يبحث عن لاعب يناسبه وتنطبق عليه الشروط المطلوبة. وخلال ميركاتو الصيف الحالي قام الهلال بضم اللاعب النيجيري الشاب تايو أكيري قادماً من دوري شبه محترف في نيجيريا، وهو موهبة واعدة. يبلغ أكيري من العمر 18 عاماً ويمتلك سجلاً تهديفياً مبشراً، إذ تمكن من تسجيل 15 هدفاً في 25 مباراة خاضها خلال موسم 2024-2025. ويلعب أكيري بالقدم اليسرى في مركز المهاجم الصريح أو ما يعرف بمركز 9، كما يمكنه أيضاً اللعب على الأجنحة الهجومية. ويبدو الهلال أيضاً قريباً من إكمال صفقة أخرى في خط الهجوم بالتعاقد مع المهاجم البوركيني يوسف كابوري صاحب 20 عاماً من فريق ماجستيك في بوركينا فاسو. وسجل كابوري 8 أهداف مع فريقه في الدوري البوركيني، ويحظى بخبرة وتجربة أعلى قليلاً من تايو، لكن يمكن القول أن كلا اللاعبين يندرجان ضمن فئة المواهب الواعدة. ويبدو أنها الخلطة التي استقر عليها الهلال فيما يتعلق بهجوم الفريق خلال الموسم المقبل، بوجود القائد محمد عبد الرحمن الغربال والثنائي تايو وكابوري في مركز المهاجم الصريح. وهنالك خيارات وطنية أخرى تتمثل في علي عبد الله كبة، مع عودة مرجحة للمهاجم الشاب أمجد عصام بعد رحلة الإعارة من الدوري الليبي. نائب رئيس الهلال محمد العليقي صرح في وقت سابق أنهم فاوضوا عشرات المهاجمين من ذوي الخبرة والتجربة، لكنهم اصطدموا بعقبات كبيرة أبرزها الوضع في السودان، ليسلك النادي طريقا آخر وهو صنع المهاجم السوبر داخل الفريق، كما حدث مع مواهب سابقة تحولت لنجوم بارزة أمثال البورندي جان كلود والمالي أداما كوليبالي.